بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم معايا وفيديو جديد. وحشتوني كتير من اخر فيديو عملناه مع بعض. النهارده جايبه لكم وصفه سحريه جدا جدا هنعملها بالشطه، تقدري تعتمديها في كل الوصفات، كل الطبخات عندك هتعتمدي بيها، فيها مشويات، هتعملي بيها سندوتشات. هنعرف مع بعض كده النهارده تكاتها البسيطه جدا جدا جدا، وهنعملها مع بعض ومش هتستغنى عنها حرفيا، تعتمدها في كل طبخاتك. يلا كده بسم الله وعلى بركه الله ندخل على وصفتنا على طول يا حلوين. زي ما انتم شايفين كده معايا شطه، عندي كميه شطه حلوه كده. انت عارفين ان الشطه دلوقتي ماليه السوق ومش غاليه. زي ما انتم شايفين كده شويه شطه كده، انا جبت عليهم شويه شطه اخضر، وكام بصلايه عندك كده، وكام قرن فلفل بارد. وهنعمل النهارده خلطه تعجبكم جدا جدا جدا. الحقيقه دي وصفه واحده صاحبتي يعني قالت لي عليها، جربتها بجد خطيره جدا، قلت اقول لكم عليها يا حلوين. زي ما انتم شايفين كده احنا هنعمل بالكميه اللي معانا، وانتوا تقدروا تعملوا الكميه اللي عندكم. هنعمل ايه؟ بسم الله وعلى بركة الله. هنبدأ وصفتنا النهاردة ونشوف هنعمل ايه. هنجيب الشطة دي نقطعها اي تقطيع. اهم حاجة النهاردة في خلطة النهاردة وفي وصفة النهاردة ان انتوا يا حلوين تكونوا لابسين الجلافز، مهم جدا معانا، مش هتشيلوه لغاية اخر وصفة بإذن الله. تمام كده. هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ نقطع الشطة اي تقطيع. تمام كده زي ما قلت لكم الكميه اللي عندكم هتعملوها تعجبكم جدا جدا جدا. انا بجد طعمها وهم، بدخلها في تقريبا كده في كل اكلاتي ووصفاتي ان شاء الله باذن الله تعجبكم. معايا كميه بصل كده يعني حسب المقدار عندكم. انا عملت على كميه الشطه دي حوالي 4 بصلات فرمتهم، قطعت الشطه الحمراء زي ما انتم شايفين كده، وكم قرن فلفل، وقطعت معاهم كم قرن شطه برضو اخضر. تمام كده. ومحتاجين معلقه توم او 2 مفرومين. وهنبدأ بقى نعمل وصفة جميلة جدا جدا اللي هتشكروني عليها. زي ما انتم شايفين كده البصل انا فرمته في الكبة، شايفين الجلافز مهم جدا في الوصفة دي حلوين. تمام كده. بعد كده بقى هنبدأ نجيب الخلاط ونشوف بقى الحاجات الجميلة دي احنا هنعمل معانا ايه. يبقى البصل هنا فرمناه، والشطات مقطعينها زي ما انتم شايفين كده. يلا بسم الله كده ونبدأ نشوف هنعمل ايه. هنجيب في الخلاط معايا وهنبدأ ننزل بالشطة الحمراء، ممكن في الكب عادي وممكن في الخلاط زي ما انا هعمل كده بالخلاط. هنحط كمية كده اي كمية، وبعد كده هنحط فيها شوية مية صغيرين، نحط في الدورق شوية مية صغيرين، هما اللي هنعمل بيهم كمية الشطة اللي عندنا ايا كانت الكمية. شايفين بقى كمية مية صغيرة، حاجة بسيطة جدا. بعد كده طحنتها زي ما انتوا شايفين كده. تقدري تعملي السمك اللي انت عايزاه، تقدري تنعمي اكتر من كده زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بعد ما طحناها هنبدأ نصفيها ونعصرها بهراس بأي حاجة عندنا، بالمعلقة زي ما انا بعمل كده. ونصفي المية اللي هتنزل منها دي، هي دي اللي هنطحن بيها بقية الكمية اللي معانا، وهكذا كل مرة يا حلوين هنطحن فيها شوية شطة في الخلاط. هناخد المية اللي نزلت منها اللي انتوا شايفينها دي وهنضيفها زي ما انتوا شايفين كده على شوية الشطة اللي بعديهم، وهكذا زي ما انتوا شايفين كده. طعمها خطير جدا جدا جدا، احسن بكتير من كل مرة تعملوا في الدورق شوية بمية تانية. لا لا لا، دي خطيرة جدا، وعطت تماسك كده للمعجون اللي هنشوفه مع بعض. بعد ما طحنا كل الكمية اللي عندنا اهي، وعندنا البصل مفروم، وعندنا توم مفروم احنا كنا مخزنينه مع بعض في فيديو قديم. بعد كده بقى هنجيب الحلة اللي هنعمل فيها الخلطة السحرية جدا. حطيت حوالي 3-4 معالق زيت كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنرفعها على النار ونبدأ نعمل وصفتنا. هننزل فيها بالبصل اللي احنا فرمناه. انا قلت لكم على كمية الشطة، انا حطيت 4 بصلات، انتوا تقدروا تضيفوا اللي انتوا عايزينه. وحطيت معلقتين توم مفروم زي ما انتوا شايفين كده. ده البصل اهو التوم. بعد كده هنفضل نقلب فيه. احنا مش طالبين ان احنا نحمر البصل ولا اي حاجه خالص، احنا يا دوب ان احنا البصل هيدبل معانا. مجرد ما لقينا البصل دبل معانا كده وريحه التوم كده طلعت كده وبقت خطيره جدا، هيدي معاكي ريحه وهم. احنا لسه ما ضفناش الشطه. بجد الوصفه دي جميله جدا جدا جدا، وهتشكرونا عليها اللي هيجربها، تشكروني عليها. وتقدروا كمان تاخدوا منها تضيفوها المشويات. على كل سنه وانتم طيبين، احنا داخلين على العيد. هتضيفوا منها في المشويات والسندوتشات، وهعرفكم ازاي نعمل مع بعض باذن الله، ازاي نعملها صوص للسندوتشات، نفرده في سندوتشات. بعد كده هنقعد نقلبها كده زي ما انتوا شايفين. البصل هينزل المية اللي فيه دي، واول ما بيدبل كده بنبدأ ننزل بالحاجات اللي معانا تدريجيا كده زي ما انتوا شايفين. ادوا الشطة اللي احنا طحناها في الخلاط، والشطة اللي هي الاخضر،
وهنفضل نقلب شويه. كل ما هنضيف حاجه يا حلوين هنفضل نقلب كده زي ما شفتوا. دبلنا البصل، بعد كده هنبدا نقلب الشطه كده. ريحتها الشطشطه اللي فيها نفاذه جدا، بس ريحتها بجد وهم. هنفضل نقعد نقلب فيها شويه كده. انتوا طبعا عارفين ان احنا صفينا الميه اللي بتاعتها في الخلاط دي. تحتفظي بقى، ممكن تحتفظي بيها تضيفيها لمشوياتك وتبقى عندك مفيده برضو جدا، مش بنرمي حاجه. بعد كده قعدت اقلبها كام تقليبه زي ما انتوا شفتوا كده. وبعد كده هننزل بالبهارات. هننزل بمعلقه فلفل اسود، تمام كده. وادي الملح بتاعنا. ما تنسوش يا حلوين ان الخلطه اللي احنا بنعملها دي على نار هاديه جدا. شايفين هي من الحواف عماله بتتكتك كده، والنار هاديه جدا جدا. دي معلقه توم باودر، معلقه كبيره كده او معلقتين حسب الكميه اللي عندكم. وزي ما قلت لكم انتم مهديين النار لدرجه قليله جدا عشان نضمن ان الشطه هتنزل الميه اللي فيها. دي بقى يا حلوين معلقتين كاتشب، او تقدري تضيفي اكياس كاتشب من بره. ممكن تضيفي معلقتين صلصه من عندك. معلقتين الصلصه دول علشان يهدوا معانا شطشطه الوصفه. تمام كده. انا حطيت حوالي 3 معالق صلصه من اللي كانت عندي. انت ممكن تضيفي زي ما قلت لكم الكاتشب زي ما انتوا شايفين كده. ده مكعب مرقه، اي نوع مرقه عندكم بتفضلوه، مرقه خضار، مرقه لحمه، الموجود عندكم. هتضيفي مكعب واحد بس على الوصفه بتاعت النهارده. المكعبات المرقه دي لو بنعملها في البيت هتبقى احسن، فبما اننا جايبينها من بره نكتفي بمكعب واحد. بعد كده هنقلب الكلام الجميل ده كله. مش قادره اقول لكم ريحتها بجد جامده جدا جدا، جباره. هتعجبكم جدا ومش هتقدري تستغنى عنها في كل وصفاتك. حتى لو يا ربي سندوتشات مش هتقدري تستغنى عنها. تقدري تحتفظي بالسمك بتاعها دوت، وتقدري تبقي تطحنيها وتضيفي لها مايونيز او كاتشب وتطحنيها في الخلاط، تنعميها اكتر من كده وتفرديها في السندوتشات زي ما قلت لكم في المشويات. خطيره جدا جدا جدا. بعد كده هنفضل نقلب فيها كده شويه صغيرين كده. خلي بالكم لا تشيط يا حلوين. مهم جدا ان احنا نتابع الميه اللي بتصفى منها كده. مجرد ما الميه تصفت سهل جدا انها تشيط معانا، لغاية ما هنسيبها حوالي ساعة على نار هادية جدا جدا. هتخرج معانا كده من على النار، اللهم بارك يا رب، ريحتها تحفة، نفاذة جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم كده، انتوا هتاخدوها معلقه كده معاكي وهتضيفيها في اي نوع اكل حلوين انتوا عاملينه، مشويات، محاشي، اي خلطات انتوا بتعملوها هتضيف عليها معلقه من دي. بجد وهم جدا جدا. زي ما قلت لكم كده نقدر نضيف لها مايونيز او دبس رمان ونعملها في السندوتشات تبقى معانا بالنتيجه دي. ممكن يتاكل بيها عيش، وبس بنضيف ليها زي ما قلت لكم معلقه عسل او دبس رمان. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم يا حلوين، وتجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. متنسوش تعملوا لي لايك على الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.